ناس بتشرب قهوة في العزم؟ عادة فرعونية، الناس بتعتبرها نوع من انواع الحزن على المتوفي. لكن أنا بعتبرها إن هي عادة فاطمية. عشان ان هي غامقه وسودة بتدل على الحزن يعني. القهوة أساسا للتنبيه، دليل ان هو ما بيشربش شاي، ما بيشربش نسكافيه، ما بيشربش القهوه بالذات بالتحديد يعني. إن الإنسان يكون منتبه. يعني هي بتبقى ظروف صعبة ومرة. عشان الحزن يعني. عشان ميت. ليه شربات في الفرح؟ اللون نفسه فرايح، يبقى أحمر أصفر. حاجة بتفرح. السكريات ديت بتعمل نشاط. ليه المغات بتتشرب بعد الولادة؟ علشان يدفيه ويدل الدم اللي في بطن الواحدة. المغات هي عبارة عن مجموعة أعشاب تديها طاقة. لأنها بتكون ضعيفة قوي وبتكون فقدت دم كتير في الولادة. مغذي وبيرجع الجسم زي ما كان. بس يعني اللي اعرفه ان المغات اصلا مضر. المغات حلو جدا وبالذات بقى بشوية مكسرات بتاع بيبقى منتهى الصحة. العالم اللي بيجوا يباركوا لست الوالدة اللي هم كمان بيشربوا المغات.